تأخير غصب عننا لأن من فات قديم وتايه. احنا دلوقتي في شقتنا القديمة وقررنا ان احنا نوضبها، لأن هي بدايتنا كلها هنا فيها وذكرياتنا الحلوة وكله هنا. العمال شغالين دلوقتي، خلصنا بياض ان ما كانش هينفع اصورها قبل ما نخلص الدهانات. بس الاول احنا لسه ما عملناش فيها اي ديكورات، دي كل حاجتها القديمة. فناخد منكم افكار وتدونا افكار، تدونا افكار ونديكم افكار. هي زي هي على وضعها كده زي ما هي، بس احنا كنا نقلنا عفشنا منها، فاحنا لسه نبدأ فرش. هنا ده كان هنا كده الصالون، بس احنا حاطين فيه اي حاجة مؤقتة دلوقتي عبال ما نخلص شغلنا خالص، ان لسه طبعا الوشوش بتاعة الكهرباء والتكييفات والحاجات دي لسه هنركبها. بس دي شبابيكها القديمة لسه برضو لقينا حاجات محتاجة صيانة. حاجات كلها محتاجة صيانة، وانا ده كان بالشريط كده، بس ان شاء الله نقلبه بقى بالريموت. الريموت طبعا يبقى احسن. بلمه طبعا مش بسيبه عشان الشمس ما تاكلوش. ده كده الصالون هنا كده ايه، ده الباب اهو المدخل. دي السفرة القديمة، جايين وجايبين بطانية عشان لو بيتنا. هنا بيتحط كنبتين كده صغيرين في المدخل او كونسول. فهنا صالون، هنا سفرة، هنا كنبة وهنا كنبة. دي الغرفة اللي عليها البلكونة، لسه بلاطة هو اللي هيتغير ونفرشها بعد ما نبلط نفرشها. دي بلكونة، بص على الشارع. دي بلكونة تانية، شوف الشارع من هنا، شوف الشارع التاني. ده شباك من البلكونة بيبص على الأوضة دي. دي واللي جنبها هي اللي عايزين بلاطهم يتغير، انما السيراميك ده لقيته الحقيقة حلو، مش محتاج بقى نكلف. كل حاجة دلوقتي بتتكلف. دي الأوضة التانية، هنغير السراير دي طبعا. الدولاب ده بقى اللي يفتكره يقول هيفتكر ايه؟ الدولاب اللي كان فيه الجثة بتاعت اسماعيل ياسين في الفيلم لما اتنقلت معاهم في حماتي ملاك. دي الأوضة التانية دي، واللي جنبها دول أوضتين النوم، دول اللي هنغير بلاطهم. دي السفرة من هنا اهي، ده بوفيه وده بوفيه. محتاجة بقى الاستورجي نظبطها بقى. احنا عندنا هنا اوضتين النوم هما اللي البلاط بتاعهم هيتغير. لسه الستاير ولسه تلميع السفرة دي. وهنجيب هنا، ممكن اجيب كنبة واحدة هنا واحط هنا كونسول في المدخل، وهنا الصالون. دي كراسي السفرة هنرجعهم للسفرة، بس ما نجيب حاجة احنا كنا حاطينهم مؤقتا. ودي كنبة جبناها زيادة من البيت. ده مكتب بقى بتاع الولاد وهم صغيرين، خلاص بقى دلوقتي بنجيب لهم مكاتب للعيادات بتاعتهم. دي كده الطرقة، دي اوضة النوم التالتة. بس انا جيت لقيته مبوظ لي الخشب ده، ما ادالوش معجون ولا خدمه كويس، فلسه ده هجيب له حد تاني.
خشب اوضه النوم محتاج معجون ومحتاج الدهان يبقى زي الباركيه. معرفش ايه اللون اللي هو عملهولي ده. ده شباك قبنوري محتاج صيانه برضو. الشيش دخل جوه، المفروض يبقى في المكنه بتاعته، فهجيب بقى قبنوري يعمل لنا يشيك لنا على الشبابيك كلها، يعيد بقى ويقلبها لي ريموت بدل الشريط. ونجيب بقى فيها اوضه جديده. ده الباب كنا مصغرينه، غيرنا البيبان عشان ما تاخدش مساحه معايا في الاوضه. ده باب جرار بس بيخش في الارض، برضو الارض محتاجه ان هي يتاخد منها. ده الباب. ممكن بقى تاخدوا منه فكرة اللي عنده باب وعايز يوسع في الأوضة شوية. ده الباب اهو بيبقى منطلق، بيتقسم نصين، فبدل ما يتفتح الباب وياخد مساحة في الأوضة، لا، أنا كده معايا الجدار بتاعي كامل أحط فيه اللي أنا عايزاه. تحط بقى الدولاب هنا، تحط السرير واتنين كومودينو زي ما انت عايزة، تبقى اوضتك معاكي كاملة. الأوضة هنا في الشقة هنا فيها حمام واحد. مش هغير السيراميك بصراحة، ان لقيته حلو ونضيف زي ما هو، والقعدة والبانيو كانوا من كليوباترا، لا مش هغير فيه بصراحة. الشباك لسه حلو، ممكن ياخد فرن بس يدخل اللون يتاخد في الفرن مرة. كل ما نقدر نقلل التكاليف ونجدد حاجتنا يبقى احسن. دي بس اللي هتتغير، الفواتة اتكسرت فمش محتاجة. المراية بقى ممكن نغيرها مع السبوت، تجيب دولاب. هنا الطرقة بتاعتنا لسه بقى الكهرباء، ونشوف هنحط فيها جزامة ولا ايه. مطبخها كان حلو جدا، 4 متر طول، وكان المشكلة في العرض 2 متر بس، يبقى كويس يعني. مش عارفة بصراحة اللي هم عاملينهولي هنا ده، المنظر ده كل ما ادخل يقولوا لي بس استني ما العمال يخلصوا. حاطينها بيوزنوا بيه ايه معرفش. هنا ده مسطح حاطينه مؤقتا عشان دخلنا فيها الغاز مسخن، فكان لازم يبقى فيه بوتاجاز، بس انا لسه مش هجيب البوتاجاز النهائي الا لما العمال يخرجوا من الشقة خالص. هنا بقى المراوح القديمة والمكانس القديمة والحاجات دي، ان شاء الله لما نخلص خالص ان شاء الله باذن الله نركب تكييفاتنا ونوزع الحاجات دي بقى للي محتاجها. ربنا يكرمنا وكلنا ونكرم كل خلقه. ما هنا كده ده المطبخ. بصوا مكان المطبخ القديم كنت مقفلاه كله، بس انا افكر اعمل حاجات بسيطة بقى دلوقتي على سن الشقة دي نيجي نرتاح فيها، يعني مش محتاجة تعقيدات بقى. دي غسالة اللي هي الحوضين، ان شاء الله برضو نديها لصاحب نصيبها، ويبقى في هنا واحدة اوتوماتيك بس نخلص. دي كده الشقة. هنا الطرقة، هنا الحمام. بحب اللون ده جدا رغم ان في الوان كتير طلعت، بس انا بحب اللون الروز ده بصراحة، بيديني احساس بالبهجة، فماليش دعوة بالالوان الجديدة. عملتها في البيت هناك الشقة التانية، بس انا حابة اللون ده، حابة كل حاجة فيها بصراحة. حاسة ان انا اياميها كنت بنقي وانا مبسوطة، والولاد كانوا صغيرين وكبروا. هنا ادي اوضة بقى كده، المطبخ، الحمام، بعدين هنا اوضة، دي الاوضة الرئيسية مع الحمام. الشقة زي ما قلنا فيها حمام واحد، دي مشكلتها الوحيدة. هنا دي الصالون، السفرة. كان هنا في انتريه صغير بس احنا يعني مش عايزين نزحمها بقى، فممكن نجيب هنا كنبة 2 وهنا كنبة 2 مثلا، او هنا كنبة وهنا كونسول. فقالوا لنا افكاركم. ده الراديو صديقي اللي كان معايا على طول في المطبخ، بس انا حاطه هنا بشغل بقى القرآن على طول هنا فيها لان قعد فترة مقفولة. وهنا ادي الأوضة التانية، ودي اخر أوضة. يبقى هنا الأوضتين زي ما قلنا هنغير البلاط بس، وهنجدد السريرين دول مع دولاب اسماعيل ياسين ده،
وهنا هنجيب لها فرش جديد، واوضتي هجيب لها اوضه جديده، بس هجيبها اوضه بسيطه بقى، مش كده، على اساس ان زي ما قلنا دي ايه، ده خشب، ده لسه هيتلمع. ما رضيتش اخليهم يلمعوه، لانهم لما لمعوا لي اللي تحت بوظوا لونه. اللي عنده فكره يقولها لي اعملها بقى. هنا طبعا مع الستاير هعمل ستاير بسيطه برضو، ولا ايه رايكم نحط مثلا برضو برائع وحاجات كده، ولا نعمل حاجات بسيطه فيها، ان احنا عايزينها ايه، نعمل فيها حاجات بسيطه يعني. قلتلكوا على فكره الابواب دي عشان ما تاخدش معاكم مساحه في اي اوضه. انا عامله غيره كل ابواب الاوض اهي. الباب شكله حلو كديكور، رامي على الصالة، وفي نفس الوقت ما بياخدش معاكي مساحة في الأوضة، بتستغلي الجدار بتاعك كله. دي فكرة، واللي عنده أفكار ليا أنا بقى يقول لي عليها، وقول ايه رأيكوا شقة زي دي، يعني حرام ان انا اسيبها بصراحة. حتى لو هما مش عايزين انا هاجي اقعد فيها واستجم. غبنا عليكم بعذر، واللي عنده حاجة فكرة يقول لي عليها، يقول لي عليها يا ريت. نورتوني.